السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراجل النائب المحترم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب كعادة زمايله أعضاء مجلس النواب بيتسابقوا جميعا للدفاع عن أي حد مطلع عين المواطن. يا سلام على الإنسانية، يا سلام على الحنية. أيا كان حد ده مين، حكومة بقى، وزراء، شركات خاصة، شركات عامة، جن أزرق. وبص، احنا دفاع يابا. عارف فريق الكوره؟ احنا فريق كوره بس كله دفاع، ما فيش فيه هجوم خالص، ولا حتى في حد واقف في خط الوسط محايد يا باشا. احنا دفاع حتى السماله على طول الخط. الراجل طالع يدافع عن شركات الاتصالات، واللي هي بالمناسبه هي شركه واحده. يعني ايه شركه واحده يا عمرو؟ ما في كذا شركه. لا يا حبيبي، هي شركه واحده يا حبيبي اللي بتمتلك البنيه التحتيه والشبكات، وبقيه الخلق دول بيأجروا منها يا حبيبي. يعني وي هي الاساس، انما اتصالات وفودافون واورنج دول بيأجروا منها البنيه التحتيه او الابراج او الكلام ده كله. بالذات بقى هنا لما نيجي نتكلم في خدمات التليفون الارضي، لا اورنج ولا اتصالات ولا فودافون عندهم خطوط ارضيه بتاعتهم، فاهم ازاي؟ فهم بيأجروها من شركه وي. فهي شركه واحده فعليا، يعني هي شركه واحده اللي بتسيطر على الموضوع يعني. فالراجل طالع بقى يدافع ويبرر ويعلل حكايه الانترنت المحدود والباقه اللي بتخلص والاسعار والبدنجان، ويقول لك اصل المصريين كالعاده برضه اللي هو ايه، المصريين هم اللي غلطانين. يعني اي بلوه تحصل او اي حاجه نشتكي منها، معروف اللي غلطان مين؟ المواطن طبعا. يا دي محتاجه فكاكه يعني؟ المواطن هو اللي غلطان. يا بيخزن فراخ فسعرها بيغلى، بيسيء استخدام الانترنت فبيخلص، بيمشوا على الطرق كتير يعني المواطن معروف. مشكلتك انت وامثالك من الهموش والهلافيت اللي بتيجي عليهم لحظات بيتصوروا انهم حاجه. هيكون مين يعني؟ احنا والعياذ بالله. لا بقت غلابه، امال مين الفاجر؟ انا والعياذ بالله. فيا سيدي المواطن، هذا المواطن المجرم هو السبب بقى ان باقة الانترنت بتخلص بسرعه. ليه بقى يا سيدي؟ في فيديوهات معينه انا مش عاوز اروج لها، ممكن تاكل لك الباقه في ثانيه. بيتفرجوا على فيديوهات مش عايز اروج لها، بتسحب الباقه اهو. اعوذ بالله. طب انا بس عندي يعني سؤال، همسه كده، همسه، هي الباقه بتعرف منين ان احنا بنتفرج على فيديوهات من اللي انت ما انتش عايز تروج لها؟ كلام هنا اما تفحك. بتعرف منين بقى الباقه؟ الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ يضغطوا على شركات الاتصالات بقى ويحسنوا الباقات ويحسنوا السرعه بتاعه الابلود الميته اللي هي معموله ميته لغرض معين. يعني مفيش الكلام ده. لا 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 مفيش يا باشا الكلام ده. انت ايه الابلود سرعته بطيئه، حسن الابلود. المواطنين بيعملوا ابلود لفيديوهات مش حلوه، هي دي السبب ان الابلود سرعته بطيئه. بس يعني محلوله، خلصانه يا جدعان، خلصانه. يعني هي من الاخر هي لجنه توعيه. لجنه الاتصالات في مجلس النواب هي لجنه توعيه للمواطن انه ما يتفرجش على فيديوهات من اللي هي بتخلص الباقه اللي مش عايز اقولها، مش عايز اروج لها. طيب بارك الله فيك، متشكرين جدا. شكرا حبيبي، كلك ذوق. انتوا متخيلين ان الماسوره الاساسيه بتاعت الانترنت بتعدي من عندنا؟ انتوا متخيلين الحكايه دي؟ واحنا بناخد منها كلام فارغ. ليه بقى بناخد منها كلام فارغ؟ لان اكتر من كده مش هيعرفوا يسيطروا على الموضوع. هم مين اللي مش هيعرفوا يسيطروا على الموضوع؟ يا اخي ما تفهمنيش غلط، شركات الانترنت متبقاش واقف لي على الواحده كده. يلا صباح الفل.